السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. لعل هذه الآية دلالة على صحة الطريق، فبعض الناس هدوا لتكون كلماتهم كغيث السماء على الأرض اليابسة، أو أن تكون كلماتهم كالبذرة الصالحة التي تغرس في القلوب لتزهر منها ورود الحياة، أو النور الذي يضيء دروب البشر. بعض الناس هداهم الله لتكون كلماتهم البلسم الشافي لعلل القلوب. ونجد في هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الكلمة الطيبة صدقة. نعم، فللكلمة قوة، فهي إما أن تكون شفاء أو تكون شقاء. ومن هذا المعنى جاء قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وكيف لا، وقد هوى بسامعها إلى حضيض الإحباط والضلال، أو ألقى به على جمر الأذى والبلاء. هل تخيلتم يوما أن الكلمة الطيبة تحتاج إلى ثبات وإلى استقامة وإلى صبر على قرع الكلمات النابية والعبارات الجارحة؟ على الإنسان أن يتحسس كلماته مرات ومرات، بل عليه أن يتذوقها قبل أن يلقيها على مسامع الآخرين. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هذه الآية تقول لنا وتخبرنا إن الطيب من القول هو دلالة على الإيمان، ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.